مهلة أخيرة هو اسم الحكاية الخامسة من مسلسل في كل أسبوع حكاية، وهي من بطولة نور محمود وداليا مصطفى وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج معتز حسين، اللي كنا حريصين إننا نقابلهم حصريا في كواليس المسلسل عشان تتعرفوا على كل تفاصيله قبل أي حد. حكاية مهلة أخيرة مقرر عرضها قريب على قنوات CBC ومنصة واتشت. أحداث المسلسل بتدور عن أسرة وعلاقة زوجية مهددة بالانفصال ومشاعر اللي بينهم الزوجين وهم بيناقشوا أسباب الأزمة بينهم. خلونا نتعرف دلوقتي على تفاصيل أكتر عن الشخصيات وأحداث المسلسل، وده من خلال لقاءاتنا الحصرية مع أبطال ومخرج العمل. مهلة الأخيرة دي حاجة إنسانية جدا. حبيت أنا الورق من أول ما مصطفى حكى لي فكرته، وبتتكلم عن شوية أحاسيس ومشاعر ما بين الزوج والزوجة، وفكرة الحب ما بينهم بيوصل لحد فين، وبعد سنين جواز وعندهم أولاد والمشاكل اللي بتواجههم. فكانت بالنسبة لي من القصص المختلفة كمان عن روليت. روليت كان فيها سسبنس أكتر، لكن دي حاجة درامية جدا. فاحنا بنتكلم على طبقة فوق المتوسطة، عايشين عيشة إلى حد ما مستريح، بس بيمروا بضائقة مالية كبيرة قوي وظروف ممكن تنزل مستواهم لحتة تانية خالص. فبتحصل مشاكل ما بين الزوج والزوجة على ده. فده موجود في البيت المصري، فلا يعني الحمد لله ربنا يكرمنا فيه. يعني مين ابطال الحكايه دي او انا شايفهم مين؟ انا كان بالنسبه لي داليا مصطفى ونور محمود هم الاختيار الاول. يعني التركيبه نفسها على بعض ما اتعملتش قبل كده، هم ما اشتغلوش مع بعض قبل كده، وان هم يطلعوا زوجين وراكبين كده كمان على الشخصيه اللي في الورق. يعني لما قريت مهلة أخيرة، الحدوته مكتوبه حلوه قوي، فيها صراع لطيف جدا، في صراع حتى صراع انساني ما بين مشاعر ومشاعر ما بيني وما بين مثلا والدي. هو بيفكر في حاجه وانا بفكر في حاجه مختلفه، احنا الاثنين كل واحد بيحاول يوصل وجهه نظر للتاني بيحاول يقنعه بيها. في منها اختلاف اجيال واختلاف افكار، وفي منها كل واحد متشبث برايه اكتر. طب نحاول ان احنا نسمع بعض، طب نحاول ان احنا ندي مساحه او ندي فرصه لينا ان احنا نقعد ونسمع ونهدى عشان نحل مشاكل. فعشان كده عجبتني جدا الحدوته. العمل نفسه بنت متجوزه وعندها مشاكل مع جوزها وبيحبوا بعض، بس في مشاكل. فده اللي شجعني جدا، وشجعني ان اتعامل مع المجموعه ديت. يعني مجموعه مشرفه وجميله، والشغل مع معتز حسام جميل. دي مش اول مره نتعامل مع بعض. هي برضو المشاكل ان ايه، مفيش بيبقى تفاهم بين الاثنين. يعني مثلا ايه، في زوج بيبقى مسرف جدا والزوجه عايزه تحافظ عليه، في العكس. يعني هو هنا في المسلسل هو مسرف بس بحب، فمش لازم اعاقبه العقاب ده كله. يعني في حلول تانية كتير، في كذا حل تاني. أبطال حكاية مهلة أخيرة كلمونا أكتر عن تفاصيل شخصياتهم. هي ست متزوجة من واحد، بيحبوا بعض قوي، عندهم أولاد، بس حصل جاب كده ما بينهم، فبنناقشه. يعني هي عندها مشكلة مثلا في الصرف، ان جوزها بيصرف جدا. في بعض الستات ممكن تخيل ان ده نوع من الكرم، بس الكرم ازاي بعدم استيعاب ايه اللي هيحصل بكره؟ ده اللي احنا بنناقشه. اوكي، انت ممكن تبقى كريم جدا على بيتك، وفي ستات كتير بتعاني ان رجالتها مش كرمه ومش كويسين وبتاع. فاحنا هنناقش قضيه اللي هو ايه ده؟ طب ما الراجل كويس معاكي وانت عايزه ايه؟ لا، هي القصه انه اعقلها وتوكل. يعني مش الموضوع مش سبهلله كده، مش صرف لمجرد الصرف. نور ممثل هايل وشاطر، وانا اتبسطت جدا بالشغل معاه قوي قوي. دي اول مره نشتغل سوا، واتمنى انها ما تبقاش اخر مره. اتمنى انها تتكرر تاني العمل مع سوا. هو متعاون جدا، بنخلق حاجه. هو موجود في الورق اللي مكتوب وتمام، بس عارفه لما بتديله طعم تاني، حاله تانية. انا اتبسطت بالشغل معاه، حسيت ان احنا خلقنا بجد ارواح من لحم ودم. فانا بشكره ان هو معايا والله العظيم جدا في الحلقه دي، وبشكر بجد ترشيح معتز، يعني رائع رائع. هو الشخصيه اسمها حسن، متزوج من دنيا اللي هي بتعملها استاذه داليا مصطفى، وعندهم اولاد.
زي ما بقولك في اللي هو المشاكل الطبيعية اللي بتحصل ما بين أي أسرة، بس احنا بنقول وبنطرح ان لو ما سمعناش ولو ما فهمناش بشكل كويس قوي المفروض ايه اللي يحصل، لو ما فكرناش صح، وده طبعا بيبان في الدراما، انا مش عايز اقول بالظبط ايه اللي بيحصل عشان الاحداث ما تتحرقش يعني، بس لو ما فكرناش صح ولو ما قعدناش وهدينا الاسره دي ممكن تتفكك، والاسره دي ممكن ما تكونش موجوده. حسن ودنيا المفروض ان هم كان بينهم قصه حب، ان احنا ده اللي هنشوف ان هو بينهم قصه حب، ان هو ما بقول لك 2 متجوزين وعملوا اسره زيهم زي اي 2 اتجوزوا وعملوا اسره، كان بينهم علاقه حب واتجوزوا وعملوا اسره. ايه اللي ممكن يحصل والمشاكل اللي ممكن توصلهم ان الصراع اللي ما بينهم ده يتحل او ما يتحلش، ده اللي هنعرفه في الاحداث، ده اللي احنا بنشوف في الحدوته يعني. انا دوري اسمه زينة، وانا بنت استاذة داليا مصطفى واستاذ نور، وانا مبسوطة قوي علشان انا بمثل مع استاذ معتز حسام لسابع مرة تقريبا، واحنا يعني اصحاب جدا وانا بحبه جدا. مبسوطة قوي ان انا بشتغل مع داليا مصطفى لتاني مرة برضو، واستاذ نور برضو دي اول مرة، بس انا مبسوطة قوي. وانا دوري زينة، انا بنتهم، وانا عايزة على طول بابايا ومامتي يفضلوا مع بعض، وانا بحبهم قوي، وانا بقى بحاول ان انا اخليهم مع بعض على طول. فانتوا اتفرجوا بقى على المسلسل علشان تشوفوا انا ازاي هعمل كده. او داليا مصطفى كويس، ومع ذلك انا باجي مع جوزها على بنتي، يا بنتي ما تخربيش يعني طبعا مش هحرق المسلسل، بس ده اللي انا باجي مع جوز بنتي على بنتي عشان البيت وعشان الولاد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.